ده سويت تشيلي صوص وده امامي سويت تشيلي صوص. الاتنين معمولين بنفس المكونات ونفس الطريقه، باختلاف مكون واحد بس عامل الفرق الجوهري اللي انتوا شايفينه. الفيديو اللي فات عملت طريقه الهريسه الحاره، لو ما شفتوش الحقوا شوفوه. بما اني بفضل ان انا اعمله بالطريقه المطبوخه، فاول حاجه بعملها اني بفرم الفلفل وبعدين بعصره. الفلفل بطبيعته من الخضار اللي بيكون فيه نسبه ميه كبيره، فكميه الميه اللي انتوا شايفينها دي طلعت من 1.5 كيلو بس من الفلفل. الميه دي كنز للتتبيلات والمخللات والفرايد تشيكن لو عايزينها حراقه. تخيلوا احنا اصلا بنحط عليها ليمون وكمون وملح ونشربها كده جنب الاكل، بس المره دي هعمل بيها سويت تشيلي صوص. وبرده هكتب لكم تحت تعملوه ازاي لو ما عندكوش ميه الفلفل. المقادير سهله جدا. لكل كوبايه من ميه الفلفل هحط عليها نص كوبايه من السكر، نص معلقه من الملح، مش ناقص غير نص كوبايه من الخل هحطها في الاخر. ده كده اساس الصوص اللي هيطلع معايا صوص حراق ومسكر وطعمه مظبوط جدا. في شويه اضافات ممكن نحطها، اكتر حاجه شائعه ان احنا نحط توم، بس ما تكتروش، فص واحد بس وهنسيبهم يغلوا مع بعض لان هو طعمه هيكون قوي جدا في الاخر. النوع تاني ما حطيتش فيه توم، حطيت فيه معلقه كبيره مليانه من الدارك صويا صوص. اضافه الصويا صوص هنا تديني طعم امامي مختلف جدا، هيخلي كل اللي يدوق الصوص ده يسال هو معمول ازاي. نسيب الصوص يغلي 5 دقايق، واخر حاجه احطها هي نص كوبايه من الخل. ما تحطوش الخل في الاول خالص، ما تخلوش يغلي كتير، وبعد الخل على طول هتقل القوام بالنشا. هكتب لكم تحت المقادير اللي انا استخدمتها بالظبط، بس برضو دي حاجه ترجع لكم، يعني ممكن تعملوه اخف او اتقل حسب اللي تحبوه. خلي بالكم بس النشا ما نسيبهاش تغلي كتير على النار، وان الصوص لما يبرد هيتقل سنه زياده عن القوام اللي انتوا وصلتوا له. هو مش زي بتاع سوبر ماركت، هو بجد احلى منه مليون مره. ما تنسوش اللايك والفولو، واستنوا فيديوهات تانية كتير.